تستخدمي الازايريك اسيد او السكينورين الازاديرم بطريقه بروفيشنال على بشرتك من غير بقى ما تعملي حروق ولا التهابات، وازاي انا بستخدمه بالظبط عشان الاقي منه افضل نتيجه. في نصيحتين بقى مهمين جدا في اخر الفيديو لازم انكم تشوفوهم. ركزوا بقى كويس قوي في كل الخطوات اللي انا بعملها. اول حاجه بغسل بشرتي كويس قوي قبل ما استخدمه، ولازم ان احنا يا جماعه ننشف بشرتنا كويس جدا، ما ينفعش نحطه على بشره تكون منديه او مبلوله. طبعا بهدلت الدنيا بس ماشي. تالت خطوه بقى هناخده منه كميه زي حبه البزله بالظبط كده، كميه معقوله يعني، لا اللي هي قليله قوي ولا اللي هي كتيره جدا، وبنحطها على البشره كلها. لو هنستخدمه للتقشير فانا بحطه على وشي كله، وبعد كده بنعمل مساج بالكريم لحد ما الكريم تحسوا ان هو امتص تماما. ممكن بقى نستخدمه للتصبغات، لاثار الحبوب، للكلف اللي بيكون موجود في البشره او في الجسم. وفي الحالات دي كلها لازم ندخله بالتدريج، يعني اول اسبوعين هنستخدمه من مرتين ل3 مرات بس لحد ما البشره تتعود عليه. عايزه اقول لكم حاجه، ان طبيعي جدا تحسوا ان في وغز في بشرتكم، وده بيروح بعد نص ساعه. لو ما راحش بتبداوا انكم تغسلوا بشرتكم وبعد كده ترطبوا. لو في حبايه بقى عندنا فبنحطه كل يوم مرتين على الحبايه اللي بتكون موجوده، وبنفس الفكره لو حسينا بوغز بنشطفه وبعد كده بنرطب. بنستنى 5 دقائق وبعد كده نستخدم